استاذ هشام قال لي انا عايز اعمل احسن مول ما حصلش في العالم. هي الحياة بتاعته كلها مليانة إنجازات وقصص نجاح. في طلعت مصطفى احنا اللي بنقول للسياح احنا عايزين ايه. فلفيت العالم اطول واكبر تذكره طياره حاجه و30 يوم، لفيت فيها امريكا 14 ولايه، المانيا، اسبانيا، فرنسا، انجلترا، تايوان، الصين، بتفرج على المولات. مساء الخير. النهارده هيكون معانا باشمهندس اشرف البنا صاحب شركة A+. بس A+ واحدة من إنجازاته، مش كل إنجازاته. هي الحياة بتاعته كلها مليانة إنجازات وقصص نجاح. قصص نجاح فيها طبعا صعوبات وفيها حاجات حلوة وكلها هنتعلم منها ومفيدة بالنسبة لنا كلنا. عشان كده بنصح كل الناس إن هي تسمع قصة باشمهندس أشرف البنا من زمان لحد ما وصلنا ل A+، الصعوبات والنجاحات اللي وصل لها ازاي. وبرضه هنتكلم النهارده مع استاذ اشرف البنا عن الجزء الرياضي في حياته. مساء الخير يا استاذ اشرف. مساء الفل. هو بس توضيح صغير، انا مش مهندس. ماشي. انا خريج جامعه امريكيه، بوليتيكال ساينس وبزنس ادمنستريشن. طب ده هايل. اللقب حضرتك واخده بس بناء عشان انت بحكم شاطر في حته الشغل. بالظبط كده، بحكم الشغل. يعني اشتغلت كتير في مشاريع كتير قوي، فاطلقوا عليا مهندس، بس انا مش مهندس، انا كنت ادبي. كمان. طب حلو قوي. هي القصه كلها، هو طبعا يعني فيها حاجات كتير قوي ممكن تاخد كفكاهه كضحك. يعني انا اصلا كان نفسي اطلع مهندس، كان امنيه حياتي اطلع مهندس. اخويا الكبير كان دكتور الله يرحمه، وانا كان نفسي اطلع مهندس. لما وانا في الثانويه عامه كانت المدرسه ساعتها بتحدد اللي يخش علمي لازم يجيب 80% في المواد العلميه. انا كنت جايب فوق ال 80% في كل المواد ما عدا الكيمياء. جبت درجه النجاح. وكان ساعتها ماري سلامه في مدارس بورسعيد المعروفه طلعت اجيال عظيمه جدا. المدرسه دي صممت نخش ادبي، فدخلت ادبي. والدتي كانت زي اي ست مصريه امنيه حياتها ابنها الكبير دكتور والصغير مهندس طبيعي. فدخلت ادبي، فباظت الخطه بتاعت الوالده. فقلت خلاص يبقى الكبير دكتور والصغير سفير، انت ادبي تخش سياسه واقتصاد. فدخلت جامعه امريكيه سياسه واقتصاد، واتخرجت من جامعه امريكيه بدرجات كويسه، وعملت امتحان خارجيه ونجحت ودخلت الخارجيه. ولكن القدر شاء ان انا اشتغل فنادق. كان ساعتها الاوتيلات في مصر بتكتر، وفي توسع كتير قوي في السياحه، وما كانش في كوادر قويه كتير في الفنادق. كان سنه كام الكلام دوت؟ 79 80 79 80 سنه التخرج. حلو. فاشتغلت في الهوليدي ان، عملت افتتاح الهوليدي ان اللي هو دلوقتي مريدين الهرم. قعدت فيه حوالي سنتين، وفي الهوليدي ان بعتوني الكويت، عملت افتتاح هوليدي ان الكويت. حلو. وبعدين سبت مجموعه شركات هوليدي ان واشتغلت في ماريوت القاهره. حلو. عملت افتتاح ماريوت. ممكن بس نفهم افتتاح بمعنى ايه او ازاي؟ الافتتاح يعني انت بتحط السيستم بتاع التشغيل. طبعا الشركات العالميه عندها سيستم بتاعها اللي هو الاس او بي، ولكن انت بتاخد السيستم ده وبتطبقه في مصر طبقا للقوانين المصريه. حلو. فبيبقى الاس او بي اللي هو لوكال ستاندرد اوف اوبريشن بروسيجرز. فانت بتعمل السيستم بتاع الشركه الامريكاني محدداه، ولكن بتنفذه بالطريقه في مصر هنا بنفس الستاندردز. سيستم ستراكشر للاوتيل ولا سيستم تشغيلي للاوتيل؟ لا، كل حاجه من اول الاورجانيزيشن ستراكشر، الهيكل الوظيفي بتاع الكوادر كلها، وكل كادر او كل موظف بيتعين بيمشي على المانيوال بتاع الشغلانه بتاعته. حلو قوي. اللي هو الجوب ديسكريبشن بتاعه. تمام. وجوه الجوب ديسكريبشن بقى لما يجي كل ما يشتغل في كل حته صغيره في الشغل بيمشي بالستاندرد بتاعتها. كل جزء بيبقى ليه مانيوال اساسا. كل جزء يعني مثلا ترد على التليفون تقول ايه، في ستاندرد للرد على التليفون، في ستاندرد لما عميل يجي يعمل تشيك ان بتعمل له التشيك ان بطريقه معينه، المحاسبيه بطريقه معينه، كل حاجه لها السيستم النظام اللي هو الستاندرد. لو انت رحت ماريوت القاهره زي ماريوت لندن زي ماريوت فرانكفورت زي ماريوت واشنطن، هو نفس السيستم ماشي عليه. زي بالظبط محلات ماكدونالدز، انت بتخش اي ماكدونالدز في العالم نفس الساندوتش، نفس الطعم، هو نفس الطعم ونفس التكوين بتاعه، العيش والبرجر وكل حاجه. حلو قوي. اشتغلت في الماريوت. بعدين ماريوت كان ساعتها ما فيش براند اسمه جي دبليو ماريوت. اوكي. جي دبليو ماريوت ده ابريفيشن بتاع صاحب اللي هو بيل ماريوت صاحب فعملوا اول جي دبليو ماريوت في العالم، وكان في امريكا في واشنطن.
وده كان 1600 اوضه، كان ساعتها اكبر اوتيل او من اكبر اوتيلات في العالم. طبعا. اختاروني انا من ضمن كل ماريوت من الشرق الاوسط اروح اساعد في الاوبننج بتاع ماريوت واشنطن. حلو. قعدت هناك 6 اشهر بعمل الاوبننج بتاعه، ودي خبره في حد ذاتها قويه جدا. طبعا. والحمد لله كان اوبننج ناجح جدا، فمستر بيل ماريوت عمل لي تريننج في كل ماريوت اللي في واشنطن 6 فنادق، فقعدت 3 اشهر تانيين بعمل تريننج. بيحفظوك السيستم بتاع سبت الماريوت لظروف معينه، جالي اوفر تاني، اتجوزت وكده وسافرت سلطنه عمان في الانتركونتيننتال. اتجوزت مصريه؟ كنت لسه هقول بالظبط هسال كده. مصريه؟ ما من ضمن الحاجات اللي خلتني ما اشتغلش في الماريوت، لان اتعرض عليا من الماريوت اشتغل في امريكا واخد جرين كارد وارجع كاكسباتريت. انا ما رضيتش. تمام. انا فضلت ان انا اتجوز مصريه واعيش في مصر بالكالتشر المصريه. حلو قوي. خفت من الضغوط اللي ممكن تتعرض عليها بنت لو خلفت بنت يعني في امريكا، خفت من الكلام ده. تمام. ممكن يكون انا هطلع بس حته بره شويه، ان دايما الجيل الجديد طالع عايز اتجوز امريكانيه او اوروبيه عشان حياتي تختلف. انا زي خفت من المصريات. انا خفت اكيد طبعا، انا مرات سعوديه كمان. هي. فانا خفت من فرق الثقافه بتاعت ان ولادي يطلعوا في ثقافه انا عايز اطلعهم بطريقه معينه وهم في وسط مجتمع بيتعامل بطريقه مختلفه، ففضلت ان ارجع مصر. طب يبقى ممكن ندي نصيحه في الحته دي، ان الناس فاهمه ان انا لما هتجوز من بره سواء حلو او وحش التربيه بتبدا ازاي؟ بص، هي هو سؤال صعب شويه، بالظبط. بس هي القصه كلها يعني. انا هقول لك مثلا الجامعه الامريكيه، اوكي. الطلبه بتخش جامعه امريكيه بتقسم ل3. في بيلاقي المجتمع الامريكاني فبيتامرك، فتلاقيه عمل بوني تيل ولبس جينز مقطع وهاي مان وجيب مي 5 واب هاي ولو وداون لو. ده بيبقى في وجهه نظري ماسخ، اللي هو مصري ولا امريكاني. الامريكان بيلفظوه شويه والمصريين مش طايقينه. فده كاتيجوري. في كاتيجوري تاني بنلاقي المجتمع ده بيخاف، يقوم قافل على نفسه ويقضي نص حياته في المكتبه او في الجامع او في المحاضره، الاوبوزيت تمام. وما بيعملش السوشيال لايف، هو خايف من المجتمع فبيقفل على نفسه. وفي الطريقه النوعيه الثالثه اللي هو دماغه دي فلتر، بيوزن ايه اللي ينفعه ياخده واللي ما ينفعوش ما ياخدوش. حلو. انا ولادي الاثنين جامعه امريكيه، لما جم دخلوا الجامعه قلت لهم كده انتوا خلاص كبرتوا وبابي مش هيمشي جنبكم طول النهار. مظبوط. كل واحد بقى دماغه في راسه، اللي ينفعك تستفيد بيه، اللي ما ينفعكش. لان الجامعه الامريكيه كسيلبس كمنهج اضعف من السيلبس بتاع جامعه القاهره. يعني لو قارنت كليه الهندسه هنا بكليه الهندسه هنا، جامعه القاهره تكسب. طب هايل. سيستم كليه التجاره او سيلبس منهج كليه التجاره، المواد اللي بتاخدها في كليه التجاره في جامعه القاهره اقوى بكتير من الجامعه الامريكيه. ولكن الفرق ايه؟ الفرق في طريقه التعليم. الجامعه المدرس ولا طريقه التعليم؟ ما هو المدرس وطريقه التعليم. تمام. لان طريقه التعليم دي يعني ايه تخش مكتبه، يعني تعمل بحث، يعني ايه تتناقش، يعني ايه تقعد تتكلم مع الدكتور وتعارض الدكتور والدكتور ما يزعلش. تمام. يعني ازاي تتعارض مع زميلك وتسمع له، ويبقى عندك انك انت القابليه انك انت تسمع له وتسمع وجهه النظر الاخرى، وازاي يفايت فور ات، ازاي تقف قدام الطلبه بتوع المحاضره كلهم وتعمل برزنتيشن. دي حاجه اهم فأنت حاجه. بي- هي أهلك. الفرق بيبقى ان انت هنا بتفكر وبتستوعب، بيديك مساحتك انك تستوعبها وتفكر فيها وتناقشها لغايه لما بالظبط كده. تستوعبها. بالظبط وإن كده. جامعه القاهره او عين شمس او اي حفظ. حاجه هي كده. امتحان وخلاص. يعني انت ليه بتناقشها؟ هي كده. يعني انت اللي جاي دلوقتي تناقشها يبقى لها سنين كده، فهي هتفضل كده. وكم من الطلبه بيخشوا جامعه كليه التجاره وينجحوا من غير ما يحضروا محاضرات. مظبوط. ايوه هو صح. بيحفظ اللي في الكتاب او الملزمه وات ايفر، صح. يخش يحطها زي ما هي كده في الامتحان وينجح. بس ده ما اتعلمش ازاي هو ده الفرق بين يفكر. الثقافه والتعليم. بالظبط المشكله كده. اللي احنا بالظبط دايما نقول كده. لك انا فهي بتعلم كويس. بيطلع دي يواجه الثقافة. بقى في الشغل. بالظبط كده. فهو ده اللي اثر عليا لما سافرت امريكا في واشنطن وفضلت ارجع. وبعدين سبت المارد، جالي فرصه، انا كنت عايز نفسي اشتغل في الانتركونتيننتال. فساعتها قالوا لي لو عايز تروح انتركونتيننتال سيمراميس لازم تيجي منقول، مش على السيمراميس على طول.
فسافرت سلطنه عمان، قعدت هناك سنتين، وعملنا الافتتاح برضو بتاع البستان بالاس. ده كان واخد افضل اوتيل على مستوى العالم لمده سنتين ورا بعض اللي انا قعدتهم فيه. فهو اوتيل قوي جدا. ده كان بمناسبه جلوس جلاله السلطان على العرش العيد ال17 حلو. لما انا رحت هناك. وكان برضو مؤتمر القمه الخليجي. فخبره بقى، انت بتتعامل مع ملوك ورؤساء وحاجات كده. طبعاً. يعني قصه طريفه كده. وقت بعد مؤتمر القمه عمل الاحتفاليه بتاعت جلوس جلاله السلطان. فانا واقف في الريسبشن، في لقيت واحد جاي بيقول لي انتوا عندكم ملاعب سكواش؟ قلت له اه. قال لسه في واحد جست مهم عايز يلعب سكواش، بس انا بلعب معاه على طول، انا اتمزقت، فلو عندكم حد يلعب. قلت له انا بلعب. قال لي بتلعب كويس؟ قلت له يعني هنمشي الكوره وهنشوف يعني. ما يعرفش الحقيقه. اصل دايما شتي مجروح عشان حضرتك عارف لا، لعيب ما هو- سباحه ووتر بول وسكواش بص، شاطر يعني. هو انا في الرياضه ما بهزرش. انا عارف. انا في الرياضه نازل شغل. تمام. نزلت الملعب ما بهزرش، يعني يا هكسب يا هكسب. انا عايز اغشش بس الناس اللي بتشاهدنا. استاذ اشرف شاطر في السباحه، ووتر بولو، سكواش. هو واحد من اساطير اللعبه في نادي الجزيره، عشان برضه لله. دي للمعلومه العامه. الحمد لله. اتفضل. اتفضل. فالمهم نزلنا لعبنا السكواش. لقيت واحد كده قصير، شنبه خفيف، اسمراني شويه، شعره اسود. اول جيم كسبته، تاني جيم كسبني. فقال لي نلعب فاينل جيم، ولو كسبتني لك عندي هديه. قلت له ما فيناش من زعل. قال لي ما فيناش من زعل. قلت له متاكد؟ قال لي متاكد. طبعا هو اللي أنا طلب. هو اللي طلب. فانا طبعا يعني استقتلت وكسبته. تمام. فتاني يوم لقيت الراجل اللي كان اتفق معايا ده جايب لي علبه، دي من اللي انت كسبته امبارح. قلت له طب انا بس قبل ما اعرف الهديه دي ايه، هو مين؟ ممكن اعرف هو مين؟ بالظبط. قلت له سلطان بروناي، اوكي. اغنى رجل في العالم. واو. فانا كان ليا الشرف ان انا كسبت. بس هو اللي طلب. هو اللي طلب. كسبت اغنى رجل في العالم في ماتش ما سكواش. شاء الله. والهديه كانت عباره عن قلم ديبون ذهب، واللبيسه بتاعته كلها الماظ. هايل. ده اللي انا كتبت بيه كتابي. ده ذكرى موجوده طبعا لحد دلوقتي. اكيد. يعني ده اللي كتبت بيه كتابي، واللي ولادي كتبوا بيه كتابهم. ما استعملش غير 3 مرات دول. ويعني خايف استعمله لانه غالي جدا وبس هو قيمته في يعني ما يتباعش. اه طبعا. هو قيمته في القلم يعني. وان هو هديه حلوه. فاشتغلت في القصر بستان، وبعدين جيت على سيميراميس، عملت الافتتاح بتاعه، قعدت 7 سنين. اوكي. اترقيت بقى من مدير مكاتب اماميه لمدير اقسام الغرف اللي هو الرومز ديفيجن، الى مدير مقيم في الاوتيل. اوكي. وبعدين حصل مشكله كده ظريفه بقى مش عايزين نخش فيها. انا لقيت نفسي ان انا لازم اغير الكارير. اوكي. ودي بقى احدى مميزات الجامعه الامريكيه، انك انت مش لازم، يعني مش عشان انت خريج سياسه اقتصاديه يبقى لازم تشتغل في الاقتصاد. ده حقيقي. مش عشان انت خريج هندسه يبقى لازم تشتغل مهندس. انت بتشوف الصالح فين والمصلحه فين، وتخلص لها وتذاكرها وتحبها وتنجح فيها. فسبت الفنادق، وبعدين اشتغلت شغلانه غريبه شويه. اشتغلت زي ملحق تجاري لوزاره التجاره الماليزيه في الشرق الاوسط. طب الخروج من مجال لمجال ده ما بيبقاش صعب؟ صعب جدا. طبعا. صعب جدا. يعني بص حضرتك، انا لما خرجت من الفنادق، طبعا الفنادق فيها بريفليجز. انا بوقت الغداء بطلع الكوفي شوب، باكل احلى اكل وبمضي وبمشي، ما بدفعش حاجه. جزء من البنفيتس بتاعت البوزيشن. فلما سبت الفنادق وعملت المكتب ده اللي هو بقيت ممثل وزاره التجاره الماليزيه، انا ومعايا 2 موظفين بس اللي في الشركه. أنا مش شركه كبيره، هي معتمده على العلاقات الشخصيه يعني. فجعت، فناديت الفراش قلت له عايز اتغدى. جعان. انا متعود ان انا اكل في الاوتيل بقى سيمون فيمي ايوه. دلع نفسك على طول. فقلت له في محل فول وطعميه تحت، هات لي محل واحد فول واحد طعميه. اه. نزل رجع قال لي مفيش طعميه. كمان كمان مش طعميه. يعني يا رب. الاوتيلات متدلعه، وخصوصا لما تكوني مقيمه في الاوتيل. لا هي النقطه نفسها مقيم فكره ومدير. الشيفت. هي فكره انه انا خلاص انا بقالي سنين وحققت انجازات وحققت نجاحات وقعدت مع رؤساء، الفايتنج فتحت سبيريت. فروع. الفايتنج سبيريت، كلمه السر الفايتنج سبيريت. البني ادم جواه لازم يكون عنده الفايتنج سبيريت والمقدره ان هو يقدر
مش عشان تعبت يبقى بطل، مش عشان تعبت يبقى اقف، مظبوط. مش عشان بقى قدامي حاره سد يبقى لازم اقف. الدنيا مش هتقف. وانا لو يعني في اعرف ناس مثلا هو في الشغل تعب يروح، فاقول له انت روحت ليه؟ ولا تعبت؟ قلت طب مين هيعمل الشغل؟ ما الشغل ده مسؤوليه. ايوه انت تعبت روحت، طب والشغل اللي فاضل ده اللي باقي ده انت لازم تيجي على نفسك تعمله بكره. ما ينفعش. بالظبط. دي الثقافه، ما دي فرق الثقافه في الاخر اللي بنتكلم عليه. انت يو هاف تو هاف، البني ادم هاف تو اكواير، لازم يبقى عنده المقدره على الفايتنج سبيريت عشان هو ده اللي ينجحه. ولكن طبعا الفايتنج سبيريت يعني اوحش حاجه تشتغل مع مدير نشيط وغبي، انت كده رحت في داهيه. طبعا نشيط جدا بس ما يفكرش صح. صح. فازاي تعمل البالانس ما بين انك انت تفكر صح وتبقى نشيط بحيث انك انت تنجز؟ فلازم يبقى عينك في وسط راسك على طول وبتشوف اللي حواليك عامل ازاي. انا اعرف ناس في شغلهم مش مبسوطين عشان بس مجرد انه قضى في الشغل ده 6-7 سنين، شايف انه لا انا افضل قاعد على وضعي ده لمجرد انه ما يغيرش، خوف من التغيير او الخوف من البدايه الجديده. ده بيضيع وقت، ده بيضيع وقت، ده كده هيخسر عمره كله. لازم يكون عنده حته مجازفه بس محسوبه طبعا، اللي هو الكالكوليتد ريسك. فالمهم اشتغلت مع ماليزيا 7 سنين وكنت مسؤول عن كل الشرق الاوسط. كنت مسؤول عن 17 دوله العربيه. ده كان التخصص ايه بقى ساعتها؟ ده زي ملحق تجاري. حلو. ماليزيا بتنتج اساسا بالم اويل، وكان ساعتها في حمله على البالم اويل، فانا كان دوري ان انا اراقب البالم اويل مبيعاته في مصر او في البلاد العربيه عامله ازاي، والكومبيتيشن بتاعته اللي هو فول الصويا والسان فلاور والحاجات دي كلها والسمنه وكده. حاجه مش بتاعتي خالص، وحاجه فيها كيمياء بره الاوتيلات اصلا خالص، وحاجه كيمياء. يعني انا لما عملت انترفيو، عملوا انترفيو لحوالي 600 واحد من البلاد العربيه كلها عشان يختاروا واحد. اختاروا 6 وسافرنا ماليزيا احنا ال6 نعمل انترفيو فاينل مع الوزير، واللي هيرسى عليه ان هو هيستنى يعمل تريننج لمده شهر والباقي يرجع. تمام. فلما عملت الانترفيو قالوا لي اشرف انت انجليزيك كويس وشكلك كويس وهارد وركر، بس انت ما عندكش فكره عن التجاره ولا عن الزيوت. بالظبط، ما ده الواحد عشان كده وعن الكيمياء هي اصلا السبب بعدم دخول الهندسه. بالظبط، ال دي ال واتش دي ال وحاجات كده، حاجات. فالكلمه دي رنت في ودني، فقالوا لي انت كمان شهر اعمل حسابك هتسافر ماليزيا عشان فاينل انترفيو انت وبقيه الناس. فانا في الشهر ده قلت انا هقعد اعمل ايه؟ قمت عامل ماركت ستادي عن الزيوت واستخداماتها وانواعها واستخداماتها ايه، والستات المصريه بتفضل السمنه ولا الزيت، وفي تونس بيفضلوا ايه، والاردن بيفضلوا ايه. عملت ماركت سيرفي كده قوي جدا، قاعد فاضي بقى بدور على شغل لسه، فعملت ماركت ستادي. فلما رحت عملت الانترفيو قالوا لي نفس الكلام، انت شاطر وكويس بس انت ما عندكش. قلت لهم مين قال لكم؟ انا ممكن اعمل لكم برزنتيشن على الزيوت واستخداماتها في الشرق الاوسط كامل. عندكم 5 دقايق؟ قالوا لي قمت مطلع البروجيكتور ومعايا السكرين بتاعه وعملت لهم برزنتيشن، فاخدوني وقالشوا 6 التانيين. حلو. فاجان ذيس از بارت اوف ذا فايتنج سبيريت. ممكن برضو تاني ندي نصيحه برضو، انا معلش، حته ان النهارده انا رايح كارير انا ما اعرفش عنه حاجه. ايوه. ازاي اذاكر؟ ازاي اتعب نفسي ان انا لو عندي حتى لو اسبوع، مش لازم اقول شهر. الخير فين؟ انت الخير فين ده حقيقي. لا انا قصدي في انت دور على الخير. في جيل اللي طالع دلوقتي كله عايز يبقى مدير، كله عايز يقعد على المكتب ومش عايز يتعب نفسه. انا بدخل كارير ريل استيت، ديزاينز، ماركتنج، حسب انا داخل فين. انا بشوف ناس في انترفيوهات جايين جابوا السي في من على الانترنت، شافوا احسن حاجه بتعمل فين وهبعتها، يقعد في الانترفيو هو مش عارف هو جاي يقول ايه. دي نصيحه من هنا، اذاكر ازاي؟ ابدا فين؟ هي مش اذاكر ازاي، هي انت يكون عندك القابليه دايما انك انت تطور من روحك. حلو. وتشوف المصلحه فين وتروح لها. حلو. وتعمل مجهود ليها. حلو. انا كنت جون منتخب مصر، قعدت 22 سنه جون منتخب مصر. عشان تبقى جون منتخب مصر دي ووتر بولو، عشان برضو الناس ووتر بولو كنت بتمرن 3 مرات في اليوم. وانا متجوز وبشتغل. حلو. فكنت بصحى الصبح الساعه 5 عشان اتمرن من 6 ل7:30، بعدين اروح شغلي. حلو. بعدين في النص اخد بريك، اروح اتمرن تاني من 3:30 ل5، وبعدين اروح اكمل شغلي، وبعدين اروح بالليل الساعه 9 عشان اتمرن ماتشات. حلو. يعني الصبح فيزيكال، الظهر تاكتكس، بالليل ماتش. فانت عشان تقدر تحافظ على نفسك
وعلى شغلك وعلى رياضتك، انت هتحرم نفسك من حاجات كتيره جدا، طبعا. من بلاجرز كتيره جدا في الحياه ما تقدرش تعملها عشان تحافظ على نفسك. فانت عشان تنجح you have to have the fighting spirit، ولازم تبقى شايف الخير فين وتخلص له، ده حقيقي. ولازم يعني هتتنازل عن جزء كبير من البلاجر اوف لايف ده حقيقي. عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. ده حقيقي. يعني حضرتك برضو بتقول ان احنا في سن صغير لازم نهتم بالرياضه، لازم نهتم بصحتنا، علشان هو ده اللي هيعيش معانا بعد بالظبط كده. كده، بالظبط كده. طيب النهارده الشخص ممكن في الانترفيو ما ينجحش، مش مهم، يعمل ايه؟ يعمل انترفيو تاني يفضل يشتغل على نفسه ويعرف هو ليه ما نجحش. أيوة. لازم يفضل شغال على نفسه كان لحد ما ايه يوصل. القصور اللي كان عنده ويشتغل عليه. تمام. هو طبعا ناس كتيره جدا شاف ان هي انا ناجح ومش محتاج اكتر من اللي انا فيه ده، بس this is not true. عشان في ناس بتبقى تالنتد بس ما بتشتغلش على نفسها، فالتالنت لوحدها ما توصلش. بالظبط كده. لازم طول الوقت حتى لو انا شاطر او انا ذكي لازم برضو اشتغل على نفسي. والمجهود بيكسب التالنت. المجهود بيوصل في الاخر لنفسك. يعني انا كنت جون منتخب، واخويا الله يرحمه كان جون منتخب برضه، بس اخويا كان تالنتد وانا كان نفسي العب ست فيرود. قال لي هتقف جون يا عم. الموضوع بعيد خالص. انا عايز اقف ست فيرود. لا هتقف جون، واحنا متربي في بيت كبير كلمته ماشيه. كلمته ماشيه، فوقفت جون. بس I'm not a talented جولي، ولا عمري كنت talented جولي. انا اكتسبت التالنت بالمجهود وبالخبره. اوكي. فقعدت 22 سنه بتمرن على طول ريجولر وبحافظ على نفسي عشان افضل في المنتخب. حضرتك حاطط دايما النجاح اوبجكتيف ليك، يعني طالما انا اتواجدت في مكان ما اعرفش لازم ابقى ناجح فيه، ما ينفعش ابقى رقم 2. ما اعرفش، اتربيت على كده. أيوة. يعني لما كنت انزل سباق سباحه زمان واطلع التاني، فوالدتي تقول لي انت عملت ايه؟ اقول لها ماما انا جبت الميداليه فضه. تقول لي ليه مش ذهب؟ اللي كسبك ده احسن منك، بياكل احسن منك، ايوه بينام احسن منك، ايوه ليه تطلع التاني؟ لازم تطلع الاول. صح. والحقيقه مدربين زمان كانوا ابهاتنا. يعني انا اتربيت في مدربين عظام زمان، كابتن واصف غالي وكابتن عبد الباقي حسنين وكابتن كمال فهد الله، دول المدربين ابهاتنا. فكانوا يعني نزلت مره سبق سباحه في مسافات طويله في النيل، وانا عمري ما كنت سباح مسافات طويله، بس كابتن عبد الباقي قال لي تعالى عندك سبق 5 كيلو في النيل في يناير. ونزلت مع بطل مصر في مسافات طويله، قال لي ما يطلعش منك، وهي بالنسبه له اوردر، لزقت فيه ما سبتوش دراع بدراع. لان هي الفايتنج سبيريت او النوت، يعني انا مش هسيب نفسي للفشل. الفايتنج ان انا مش هسيب نفسي ابقى مش ناجح، حتى لو اتحطيت في ظرف ناس حاولت تفشلني، انا او ريكفر اجين. فسبت الفنادق بقى بعد ما عملت الكلام ده وماليزيا، وبعدين اشتغلت مع طلعت مصطفى. اوكي. دي بقى مدرسه مختلف عن اي مدرسه. انا اشتغلت مع الاستاذ هشام طلعت مصطفى مده طويله. انا بكن له كل احترام. انا في تصوري دايما هو فعلا افضل مطور، مش في مصر، في الشرق الاوسط او في العالم كمان. عشان كده هو واخد لقب بابا المجال دلوقتي. لا هو طبعا قوي جدا، قوي جدا. وبعدين هو يعني هو برضو ما بياخدش حاجه طياره، بيدرس. يعني مثلا عايزين نعمل مول مدينتي، فانا كنت في طلعت مصطفى عضو مجلس اداره منتدب بتاع احدى شركات طلعت مصطفى، وكنت قائم باعمال نائب رئيس المجموعه اللي هو هشام، وبعديها المهندس طارق. فعايزين نعمل مول مدينتي، فانا متهيألي انا اشتريت اطول واغلى تذكره طيران في العالم على لاي حد، لانه هو قال لي اشرف انا عايز اعمل مول ما حصلش، فعايزك تذاكر وتجيب لي احسن مول في مصر. انا عايز حضرتك تحكي لنا بس قصه عشان مش كل الناس عارفينها، ان المهندس اشرف لما بيروح يعمل بروجكت جديد انتوا بتلفوا العالم ازاي؟ عشان في ناس كتيره فاهمين ان كل حاجه موجوده في مصر لا في مكتب، لا انا بجيب الاستشاريين يقعدوا لا والناس بيجوا لي من بره الطياره عشان اسمي بمضي على طول. بص الاستاذ هشام ساعتها قال لي انا عايز احسن مول، عايز اعمل مول ما حصلش، وفعلا النهارده الاوبن اير مول ده احسن طبعا. احسن مول. وانا ليا الشرف ان انا كنت عامل الكونسبشن ديزاين بتاعه، انا اللي عملت البروجرام اديناه للمهندس اللي عمله. هو كان مهندس امريكي اسمه اندي فيولا. اوكي. هو اصلا ايطالي بس واخد جنسيه امريكيه، وهو فنان. اوكي. يعني بيحب يطبخ ومطرقع كده.
حلو. بس عامل الحقيقه مول حلو جدا. فانا عملت تذكره طياره رحت فيها امريكا 14 ولايه، ورحت من امريكا على تايوان. بندرس بس هنعمل المول ازاي. اوكي. على بتفرج على مولات، آه. على تشاينا، على فرنسا، على انجلترا، على اسبانيا، على دبي. لفيت العالم كله رحله واحده، يومين 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 كده، لمده حاجه بتاعت حوالي 25 يوم او 27 يوم. لفيت في العالم كله اتفرج على مولات لغايه ما شفت مول معين قلت هو ده اللي انا عايزه. بص، هو استاذ هشام بيذاكر، ودي الحاجه الكومن اللي بيني وبينه، اللي هو ما بياخدش حاجه كده. يعني عشان نعمل المول اوبن اير مول ده، قال انا عايز اعمل لا يعني هو احمد قصده ان جرت العاده لما بنيجي ناخد بروجكت جديد بنروح ادي قطعه الارض، ادي احداثياتها، بنروح للاستشاري، دي قطعه الارض، عايزين نعمل هنا مول. بنمشي مستنيين الاستشاري يطلع لا، ما لنا هو كونسبت ديزاين نشتغل عليه. ده الفرق. اه ان احنا في طلعت مصطفى احنا اللي بنقول للاستشاري احنا عايزين ايه. اوكي. فاستاذ هشام قال انا عايز اعمل احسن مول ما حصلش في العالم. اوكي. فلفيت العالم، اطول واكبر تذكره طياره حوالي حاجه و30 يوم. لفيت فيها امريكا 14 ولايه، المانيا، اسبانيا، فرنسا، انجلترا، تايوان، الصين. بتفرج على المولات. طبعا الكلام ده كله مش قراري لوحدي، يعني برضو استاذ هشام له قرار طبعا. فانا كنت بصور وباخد صور، وبعدين لما رجعت مصر عملت له برزنتيشن على كل الحاجات اللي شفتها في كل البلاد، وقلت له انا وجهه نظري كذا 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 بس كذا. اكيد اقنعته باللي عجبك. انت كده بتقنع اي حد باللي انت الحمد عايزه. لله. هو الحقيقه بيدي العيش لخبازه. بيبقى له الكومنتس بتاعته طبعا، ولكن بيدي العيش لخبازه. فعملنا اختار معايا الكلام ده، من عاملين البروجرام. البروجرام ده بقى اللي انا عايز المول ده يكون فيه كام انكر تننت، كام ميني انكر، كام محل، كام سيرفيس، انترتينمنت سنتر، سينما، كوريدورات، الباك اريا، الاوفيس سبيسز بتاعت الاداره، كل ما يشمل من احداثيات المول نديها للديزاينر عشان يعمل الديزاين. طبعا اداره يعني مدينه زي مدينتي او منظومه كبيره زي الحجم دوت بتبقى صعبه جدا، مش حاجه سهله خالص. لا طبعا مش سهله خالص، بس برضو عايزه افكار في بعض الاحيان تبقى بره اوت اوف ذا بوكس. اوكي. بره الصندوق. يعني مثلا مدينتي زونز 17 او 18 زون. فكل زون عايز مهندس صيانه، وعايز لاندسكيبنج، وعايز هاوس كيبنج، وعايز سكيورتي، وعايز امن صناعي. فكل واحد من دول عايز عربيه. فلو انت عندك مثلا 18 زون في 6 عربيات، يبقى انت عايزه كده 200 عربيه. كان ساعتها ارخص عربيه ساعتها وهيفي ديوتي العربيات اللادا. وكان ثمنها ساعتها 70,000 جنيه. فانت عايزه 200 عربيه في 70,000 جنيه. فانت عايزه كده مليار و400 الف جنيه بس عشان تشتري عربيات، غير صيانتها، غير سواقينها، غير بنزينها، غير زيتها، وات ايفر. فانا لقيت الكلام ده كتير جدا، ارقام كبيره طبعا. لما انا كنت في الجامعه، انا ساكن في الزمالك ونادي الجزيره وحمام التربيه والتعليم والجامعه الامريكيه ومدرستي في الزمالك، فكان عندي عجله. بعدين لما الثانويه عامه جبت موتوسيكل. فانا جت في دماغي فكره موتوسيكلات. قمت مكلم الميكانيكي بتاع زمان، واخدته وطلعت بيه الصين، ولفينا على 10 مصانع موتوسيكلات لغايه ما رسينا على مصنع معين جبنا منه 200 موتوسيكل. وعملنا كل موتوسيكل ماكسيمم سبيد بتاعته 50 كيلو، وعملته كالر كودد، الزراعه اخضر، الامن ابيض، الامن الصناعي احمر، وهكذا الوان. وحطيت فناره بحيث انه طول ما هو ماشي بالليل او بالنهار الناس فاكره ده امن. فانت اشعتي امن، وكل واحد اخذ الموتوسيكل بتاعه بيخلص بيه شغله وبيركن تحت العماره، مش لازم يركن بعيد وبتاع، هو اللي بيسوقه. فوفرت السواقين، وفرت ثمن عربيه والصيانه وكل حاجه طبعا، والصيانه وكل حاجه، وما رخصتهمش عشان هم جوه مدينتي. وماكسيم سبيد 50 كيلو، وده عجله اكنك راكب عجله، بس عجله يعني موتوسيكل فيسبا سكوتر. وبياخد 4 لتر بنزين وبيعمل بيهم 200 كيلو. هي النقطه في حاجه، هي النقطه انه المساحه كبيره جدا. فطبعا احنا مش مشكلتنا، بس يعني في ناس كتير صرفت ملايين
على اداره الكومباوندز بتاعتها بمساحات اصغر بكتير، وما قدرتش تحافظ على انه مدينتي والرحاب اول حاجه تقريبا في التجمع هي الرحاب. هي فكره حضرتك. فان هو هي قدر الفكرة. يعني على المساحه دي كلها انه يحافظ على الكوميونتي والكواليتي ايا كان درجتها ايه يعني دلوقتي، بس قصدي الحفاظ عليها في حد ذاته في كوميونتي بالحجم ده صعب جدا. بص حضرتك، خصوصا ان احنا عندنا الموظف، كل موظف لازم تتابعه في شغله. بص حضرتك، هو طالما ان في سيستم كله بيمشي عليه. اوكي. اشرف مشي، محمود جه في سيستم، ده اهم حاجه. محمود مشي، جه اسماعيل في سيستم. فالنجاح الاداره الناجحه لها عوامل معينه، اهمها الكوميونيكيشن، يكون في كوميونيكيشن، تواصل ما بين مديرين الاداره، مش جزر منعزله. واهمها كمان يكون في السيستم اللي يمشوا عليه، اتجاه واحد للكوميونيكيشن، في سيستم، في ستاندرد، في اورجانيزيشن ستراكشر. يعني انا حتى دلوقتي في الشركه عندي، لو انا عندي مشكله في مول، امن في المول، مش انا اللي بكلم فرد الامن، انا بكلم مدير التشغيل، يكلم مدير المول، يكلم مدير الامن، يدي تعليمه لموظف الامن. اوكي. لان موظف الامن لازم يبقى عارف كويس قوي ان هو عنده اورجانيزيشن ستراكشر، هيكل وظيفي لازم نحترمه كلنا، وفي سيستم هو بيمشي عليه. انما لو انا النهارده دخلت لقيت موظف امن عمل حاجه غلط، طبعا في بعض الاحيان لازم اخد اكشن اسرع، مش لازم امشي في البروسيس ده كله، ولكن بروح على مدير المول على طول مثلا. انما لو في تعليمه عامه بقولها لمدير التشغيل، يقولها مدير المول، يقولها للاداره عنده، عشان يبقى في هيراركي، في هيراركي. وحضرتك قدرت تدير المنظومه دي لمده 11 سنه، رحاب 10000 موظف وسان ستيفانو. لا اقول لحضرتك انا كنت بدير ايه، انا كنت بدير مولات الرحاب كلها، كنت بدير مديناتي كلها، كنت بدير سان ستيفانو مول، كنت بدير سان ستيفانو سكني، كنت بدير الربوه النادي والكومباوند، كنت بدير الماي فير النادي والكومباوند، وكنت بدير بيمن اللي هو بتاع ملابس. فكان عندي 19 مشروع انا مسؤول عنه. طبعا اكزامبل الموتوسيكلات ده يدينا الفهم ان الموضوع مش موضوع بادجت وفلوس، لا، على قد ما هو سيستم يتحط على الناس كلها، وفكر وان واي كوميونيكيشن. بالظبط كده. هو ده مش موضوع فلوس، مش موضوع. لا هو لازم يكون في فكر مظبوط. طبعا الكلام ده مش كلامي لوحدي، انا كان معايا تيم، والتيم كان بيساعدني، وكانوا هم برضو بيدوا لنا افكار، لان هم برضو هم في امر الواقع على الارض اكتر مني، فكان لازم اسمع لهم ونتكلم ونتناقش ويقنعهم يقنعوني. انا مقتنع ان كل حته لها الكينج بتاعها. فانا ممكن جدا اتكلم مع مدير الامن، اقول له انت الخطه بتاعتك ايه؟ يقول لي الخطه الامنيه بتاعتي كذا 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 كذا. اقول له طب انا شايف انك انت ممكن تزود كذا. يقول لي لا، لو عملنا كده انا عايزها بالمنظر ده. احاول اقنعه وهو يحاول يقنعني. لو احنا الاثنين ما عرفناش نقنع بعض، كلامه هو اللي هيمشي مش كلامي انا. يعني مش بتدخل في الشغل، انت حضرتك بتمشي بالاوبجيكتيف، احنا اتفقنا على اوبجيكتيف معين انا هحاسبك عليه، نتناقش مع بعض. اتفقنا بقيت انت مسؤول قدامي. عمري ما قلت للمدير عندي انت جاي الساعه كام وماشي الساعه كام. مديرين، لان هو مسؤول، ممكن يجي لي الساعه 12 بالليل، ممكن يجي لي 6 الصبح، ممكن يروح يجي تاني بعد الظهريه، ملوش وركينج اورز غير الموظف له وركينج اورز، له فريم معين، فكل واحد له الفريم بتاعه. انما المدير هي از ذا كينج اوف ذا اريا، لانه في الاخر خالص لو حصل مشكله في الامن هو اول واحد هيتسال عليها. انا هبقى مسؤول برضه، لان مش هقول انا مش دعوه انت اللي قلت، انا برضه هديله السبورت، لان انا مش هخليه يعمل حاجه الا ان انا كنت مقتنع ان هي انا واثق فيه. طيب دلوقتي ايه عندها سؤال بره الصندوق، واحنا ما كناش محضرين مع حضرتك في اي حاجه، ربنا يستر. السؤال بقى، انا عرفت ان حضرتك خطفت انظار اكبر منظومه في مصر وفي الشرق الاوسط بنكته. يعني احكي لنا قصه، يعني مش لو مش عايز تقول اسم مين رئيس الاداره ساعتها ممكن ما تقولش. كان ساعتها كنت انا في طلعت مصطفى والمسؤول عن المولات. فلقينا في يوم وليله كده الاستاذ هشام قال اشرف انت مسؤول عن النوادي من النهارده، والاسبوع الجاي تعمل لي برزنتيشن هتطور الانديه ازاي. هو طبعا هو اختياره مش هبهازد
مش عشوائي، لان هو انا بحكم ان انا كنت رياضي وما زلت الحمد لله، كنت عضو مجلس اداره نادي الجزيره ورئيس اللجنه الرياضيه العليا في نادي الجزيره، فانا ليا في مجال الرياضه يعني، وكنت رئيس اللجنه الفنيه في اتحاد السباحه والووتر بولو، فعارف ان انا متداخل يعني. فقال لي انت مسؤول عن الانديه والاسبوع الجاي تعمل لي برزنتيشن. قلت له حاضر. دخلنا الاجتماع، فتح الدفتر، بص على المبيعات لقاها مش كويسه طبعا، صفر. شاط في الناس. التحصيلات لقاها مش مش حلوة. ولا بد، شاط في ال- التحصيلات. والاستاذ هشام عنيف شويه يعني بس منظم. جدا، بس هو يعني strict. فيري ستريكت. عشان كده هو ناجح. فقام لقى الارقام مش كويسه، قام قافل الدفتر وقال الاجتماع خلص. انتهى الاجتماع. فانا قلت له دوري ما جاش. انا عندي برزنتيشن. بالظبط. قال لي اقعدوا. استاذ اشرف عمل لنا برزنتيشن. محتاج وقت قد ايه؟ قلت له انا ليا وقت قد ايه؟ قال لي، قلت له انا محتاج تلت ساعه. اي لا، ربع ساعه بس. قلت له حاضر. جهز البرزنتيشن، ببص لقيته قاعد مش مبسوط، مكشر. مكشر بقى. فقلت له بص انا انا مش عارف اتكلم مش هعرف اتكلم مع حضرتك كده، مش هتركز معايا ولا انا هعرف اتكلم. انا يعني لازم قاعده تبقى فكه شويه عشان حضرتك قلت نكته. اقول لكم نكته. قال لي ايه نكته؟ قول لنا نكته. فقمت قايل لهم نكته، فوقع روح من الضحك. فالشركه اتقسمت نصين، قال لك اشرف ده مجنون عشان كان ممكن نكته انت جاي تهزر، ده وقت نكت. ده وقت نكت وهو متعصب، فكان ممكن جدا اتشاط مع بقيه الناس. ولكن ستر ربنا ان هو عجبته النكته. الحمد لله. فضحك. فطلع انا كده اقدر اتكلم بقى براحتي، بس ما اقدرش اقول النكته. خطفت القعده كلها. فهو الناس يعني قال لك اشرف قدر ان فيري شورت بيريد اوف تايم ان هو يقدر يخطف قلب استاذ هشام وياخد ثقته. ولكن الكلام ده مش مظبوط، لان هشام ما بياخدش ثقه بالاشخاص، الا بالشغل طبعا، بياخد ثقه من النتيجه. يعني ده موقف ذكي في حد ذاته. بس هو اداني الفلكسبيليتي انه يسمعني، انما لما شاف نتيجه الشغل يعني متهيألي عشان كده ارتاح اكتر. بس ده مش معناه ان اي حد في ميتنج مع سي او لا يعني كده يروح في داهيه. لا هقول لك محدش يعمل زيي. لا ممكن ما يعجبوش. انا لا انصح انا انصح ان حد يعمل زي ما انا. بس هي القصه كلها زي ما قلت لك هي التوفيق من عند ربنا طبعا. وبعدين انت انا برضو محضر شغل يعني. انا كنت متاكد ان البرزنتيشن بتاعتي هتعجبه، بس حضرتك لو كنت عملت برزنتيشن وهو مش مبسوط مش هيسمع لها. ما كانش مش هيسمع لها. النتائج. مش هيسمع. يعني مثلا وانا في ماليزيا عملت برزنتيشن مره هناك، ف بيبقى الاول في انترودكشن وبعدين كوفي بريك وبعدين 2 برزنتيشنز وبعدين لانش وبعدين 2 برزنتيشن وبنروح. ده كان في البروجرام بتاعه. فانا كان دوري اعمل برزنتيشن اخر واحد. كل الناس خلاص بقى تعمل، اللي اكل واللي عايز ينام واللي عايز يروح فمش فايقين. وكان على البالم اويل، على الزيت والسمنه. فانا حضر برزنتيشن والوزير شافها وكيل الوزراء شافها وناقشوها كل حاجه، بس لقيت الناس هتنام مني. وانا بتكلم عن الاستخدامات الزيوت في الطعام في الشرق الاوسط. فانا قمت عامل حاجه مجنونه شويه، دي اول مره تسمعيها. حطيت صوره دينا رقاصه اول سكرين. اوكي. كله لفت بتفرج. فانا القصه كلها جت ان هو كلهم ايه ده واو، يعني جايبها وهي بدله رقص وبتلف في حاجه اللهم صل على النبي يعني. فاقوا كله فاق عمل كده. فاقوا. فقلت لهم this is a typical Egyptian body. ده جسم مصري بيحبوا الاكل بالسمن والزيت عشان بيحبوا جسمهم يبقى بالمنظر ده. فكله عمل كده وكله فوق. فعملت برزنتيشن وكانت انجح واحده. الست المصريه برضو مجنون. انا عايزه اقول لحضرتك هي نوع من انواع الماركتنج، ده اسمه الباز ماركتنج، او ان انت تيزر بالظبط بتخض اللي قدامك او بتطلعه بره التفكير الطبيعي فبينتبه
بالظبط اللي كده. حضرتك هتقول. بس برضو اجان كان ممكن ساعتها وزير الماليه التجاره الماليزي جايب يقول لي ايه اللي رقاصة. انت بتعمل؟ انت جايب لي رقاصه قدام الوزراء. بس عدت الحمد بس لله. الحمد لله عدت. الحمد لله. طيب انا عارف ان حضرتك وقتك النهارده مزنوق، فعايز حضرتك تبقى تقول لجمهورك ان في برنامجنا نجاح ازاي نصايح ابدا قصه نجاحي مع كاميرا لا ده الجيل سؤال. الجديد اللي طالع، لان هم كلهم عايزين يبداوا وشايفين ان انا ابقى ناجح في مجالي، دي حاجه سهله. يبقى مليونير، القصه اللي دارجه دلوقتي وراكبه ترند، ازاي تبقى مليونير في مش عارف تشتري كتاب وتقرا ايه وحاجات كده. فالناس تبقى عارفه النصيحه عشان انجح انا محتاج اعمل ايه. طب انا بس في حته صغيره هضيفها بعدين هجاوب على سؤال حضرتك. اتفضل. في طلعت مصطفى انا في تصوري عملت نجاحات انا مبسوط من نفسي فيها. طبعا. شاءت الظروف لظروف معينه انا اسيب طلعت مصطفى، فلقيت نفسي ببتدي من الصفر. فانا كان قدامي اختيارين، لان انا كان طياره طارت وعليت قوي وبقت مستقره تحت مني 10,000 موظف ومسؤول عن 19 مشروع، وبقى عندي ساعتها 59 سنه 60 سنه، وولادي كبروا واتجوزوا. فانا عايز اعمل سوفت لاندنج، خلاص بقى عايز اهدي اللعب كده وايه، اشتغل برضو بس اشتغل وركينج اورز اقل شويه، يبقى عندي وقت اروح النادي. حصل ظروف ان انا سبت طلعت مصطفى في ظروف معينه فابتديت من الصفر. بعد الوصول للقمه، بعد وصول للقمه بتاعتي و... مش للقمه، واداره اكبر منظومات في مصر. اكبر منظمات، وكان في اعتماد كلي وجزئي عليا في حاجات كتير جدا جوه طلعت مصطفى. وكانوا ساعتها بيعتمدوا عليا كل ما عندهم مشكله اشرف يحلها. دي قصه الخروج من طلعت مصطفى بس بدايه اي بلس. بالظبط كده. فكان قدامي اختيارين، الطياره طلعت وعليت واستقرت وعايزه تعمل سوفت لاندنج، فكان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما كراش شالوا الرنوي، فانت مالكش رنوي تنزل عليه، انت بتاع لازم تلاقي حل بديل زيرو، يا اما تبتدي من اول وجديد تعمل تيك اوف من اول وجديد. يعني الطياره المفروض بتعمل سوفت لاندنج مفيش رنوي، فهي هترشق يا هتعمل تيك اوف من اول وجديد. فانا I had to make a take off من اول وجديد. It's very difficult نفسيا. انا كنت ببقى نايم، اولا كنت بخاف انام بالليل عشان اخاف اصحى الاقي نفسي معوج، وشي معوج من الالم النفسي يعني. فحتى كنت وانا نايم في وسط النوم كده اقعد اعمل كده اتاكد ان انا العضلات كلها شغاله ما جرالهاش حاجه. قعدنا بقى الفتره دي قد ايه؟ 6 اشهر. 6 شهور للخروج من عشان تخرجي من الازمه دي 6 اشهر. يعني كان في ناس مراهنه اشرف هيموت امتى. في طلعت مصطفى اشرف مش هيكمل الخبطه اللي اخدها دي بعد الانجازات اللي عملها وياخد مقلب حراميه بالمنظر ده، يبقى ده خطر. انا كمان اللي اعرفه ان طرح الاسهم في طلعت مصطفى كان برضو حضرتك كنت انا اللي عامله. كنت حضرتك اللي عامله. كنا استاذ هشام معانا 4 اصدقاء واخوات كبار ليا كلهم، بس استاذ هشام فضل ان انا اللي اروح اعمل، انا بقى انا المتحدث، فانا بقيت انا اللي بعمل البرزنتيشنز كلها في العالم كله. لفينا في 40 يوم اكتر من 50 دوله. وساعات مرتين، يعني نروح لندن وبعدين نرجع على الكويت وبعدين نرجع على لندن تاني ونروح باريس وبعدين نيويورك. حضرتك اللي بتعمل البرزنتيشن؟ بعمل البرزنتيشن كلها. الناس بتتفرج. هم كانوا بيساعدوني طبعا، بس هم ساعدوني في اول كام مره، بعد كده حفظت الاسئله والاجوبه فبقيت انا بقولها كلها. خلاص الموضوع سهل. الموضوع بقيت هم بيتفرجوا. عشان اعمل الكراش دي مش في الفوكابلري بتاعي. مش متناسب مع القصه السابقه سواء رياضيا او عمليا. مش مع كاركتر. مش جايه مع كاركتر. مش هقعد. انا عندي 60 سنه مش هقعد. لا ومش هفشل. فهو النصيحه الاولانيه اللي اقولها لاي حد بيعمل شركه انك انت لازم ما تركزش قوي على الشغلانه دي، عشان ممكن وانت في سياق الطريق بتاعك تلاقي نفسك فتح لك سكه تانية خالص. فانت توزنها، فيها خير يبقى ربنا كرمك بيها، وليها خير فتذاكرها، ولازم هتحرم نفسك. يعني انا مثلا مشكلتي ان انا للاسف ده عيب عندي، انا حرمت نفسي من ولادي. يعني ما شفتش ولادي بالطريقه اللي ابني النهارده بيشوف بيها ولاده.
تمام. لان انا كنت منغمس قوي في الشغل ورايح جدا للشغل ومركز قوي في الشغل، فاهملت شويه، مش اهملت، الحمد لله هم كويسين وزي الفل وكل حاجه. المدام عشان في ست مصريه قويه. الوالده، لا حقيقي طبعا ده أكد بس مما لا على شك النقطة فيه. دي. مراتي هي الاساس يعني، هي اللي ربت اكتر مني بكتير. طبعا ست البيت الاساسي. طبعا. وهي ست الحقيقه يعني ربنا يكرمها. فال ال 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 ما فيش حاجه اسمها فشل. انا اي هاف تو فايند اولويز، لازم دايما الاقي الطريقه اللي انا انجح بيها، ولازم يكون عندك جلد، هتتعب وهتاخد مقالب، بس لازم تقوم تاني، انك انت ما انا لو وقعت خلاص خلص بس كده. بيبقى في مشكله في الارتباط العاطفي بالمكان، ارتباطك بنجاحك اللي انت طبعاً. حققته، فده أيوة برضو طبعاً. حتى لو انت قادر تبدا من جديد ده بيأثر على ايوه الشخص. طبعا حضرتك، انا لغايه النهارده من ساعه ما سبت طلعت مصطفى ما دخلتش الرحاب ومدينتي. مش هين عليا اخشها. كان مكتبي في شارع مصدق، انا لغايه النهارده ما بخش شارع مصدق. لما رايح مشوار في الدقي الف حواليه بس ما اخش الشارع مصدق. مش عايز اشوف المكان اللي كنت بركن فيه عربيتي، او انا كنت بدخل فيه شركه كل يوم والشركه كلها ورغم ذلك كملت يعني جوه في نفسي مشكله تعبان بس متضايق بس كملنا. لازم اكمل. هي الفايتنج عملنا بقى قصه نجاح جديده اي بلس. اي بلس دي طبعا دي بقى دي عايزه انترفيو تاني. بالظبط في الحلقه الجايه بس عشان ننهي حضرتك عندك، انا عارف عندك حضرتك ميتنج اللي تاني هو الاساس انك انت تبقى عندك اليقين بالله طبعا، انك انت لازم تنجح. ده اول حاجه. وجواك ايمان، لان انا ما عملتش حاجه غلط. انا طالما ما عملتش حاجه غلط انا راضي باللي انا بعمله. تمام. وراضي عن نفسي وفي اعتقاد ان ربنا راضي عليا. عشان كده لما سبت الاوتيلات واشتغلت مع ماليزيا، نجحت في ماليزيا وقعدت معاهم 8 سنين. لما سبت ماليزيا واشتغلت مع طلعت مصطفى، نجحت مع طلعت مصطفى وعملت الشركه بتاعتي برضه، ربنا كرمني. عشان هيك عندك النو هاو بتاع ازاي انجح. عشان عندي رضا ورضا طبعا، وبحاول ما اعملش حاجه غلط. تمام. وعندي ايمان بالله، وعندي فايتنج سبيريت، وعندي ربنا حباني بالاصدقاء والاخوات والاهل اللي يساعدوني. تمام. يعني ما فيش حد من اصدقائي الا يعني لجأت له الا كان دايما، يعني التيم اللي معايا حاليا في اي بلس ده كانوا كلهم معايا في طلعت مصطفى. حلو. فانت لما تلاقي 10 او 15 واحد كانوا معاك في طلعت مصطفى وطلعت مصطفى طبعا، ويفضلوا ان هم يقدموا استقالتهم وييجوا يشتغلوا معاك في شركه لسه هتبتدي ومش ضامن يعني اخدوا نص مرتب اللي كانوا بياخدوه لمجرد ان يبقوا معايا. فده رضا من عند ربنا، ان ربنا رزقك بالطقم اللي عنده استعداد كمان ان هم يتنازلوا عن نص مرتبهم وعن ان هم بينتموا الى مجموعه طلعت مصطفى عشان يشتغلوا معاك. حلو قوي. ده رضا من عند ربنا. عشان كده ربنا كرمكم وانتوا شركه من اكبر شركات الاداره دلوقتي الحمد لله. كلها. يعني الحمد لله عندنا النهارده اكتر من 14 مشروع بنديره، مولات وانترتينمنت ومباني سكنيه واداريه، والحمد لله في القاهره ومنصوره واسوان ودمياط، والحمد لله ربنا كرمنا عشان ثقه بالله. الحمد لله. انا بشوف ان حضرتك دايما الاوبجيكتيف الاساسي بالنسبه لك هو النجاح. بتختار دايما تبقى موجود فين، يعني بشوف انه حضرتك لازم تبقى ليك اثر، ما بتقعدش في مكان انت مالكش فيه اثر، لازم يبقى فيه اثر. انا راضي. انا راضي باللي ربنا قسمه لي. انا راضي الحمد لله. راضي برضا، مش راضي وبس، انا راضي مبسوط. ده اهم حاجه. فالحمد لله. احنا اتشرفنا بحضرتك النهارده جدا. ربنا يخليك. وطبعا احنا عارفين ان لسه في حلقتين 3 كمان مع حضرتك، عشان طبعا احنا اي بلس ده هنتكلم في انا رغاي شويه. لا خالص. لا بالعكس هو القصه كبيره عن ان هي تتعمل في انترفيو واحد يعني. انا بقالي في السوق بشتغل بقالي 48 سنه ما شاء الله. فعشان كده احنا لسه في حلقتين او 3 حلقات ان شاء الله كمان. وانا رغاي ومعاكم يعني. شرفنا جدا بحضرتك النهارده.